اللي ما يحبش الساندويتش نتاع الكبدة بالمطلوع والفريت ماهوش صح جزائري. درك قولوا لي شهاكم هاد المطلوع ولا الكبدة المشرمنة؟ هاد المطلوع لا غوسيت نتاعو جي بانجلي، تلقاوها في لاستوري ولا تلقاوها الوصفة الأولى. دونك نروحو نديرو هذه الكبدة داكوغ، نحكمو الكبدة نتاعنا نقطعوها هكا على طول، وهنا في شوية نتاع الزيت، حطيت الكبدة زدت لها شوية نتاع القلب ثاني، كوبيتو ثاني هكا شرائح صغار وطويلة. هنا نقليوها في الزيت، ما نديرو ني ملح ني إيبيس ني والو. دونك كي تتقلّع واحد 5 دقايق نحيوها في هذاك الزيت. نروحو نجيبو الثوم، واحد 4 سنينات الثوم، ومن بعد نزيدو لا طوماط اللي سكرفجتها مليح، ها هي هنايا. نخليو كلشي يتقلّع. بالنسبة للتوابل درت ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، الكروية وشوية فلفل عكري هكا شوية حار، هذا ما كان، ونص كاس نتاع الماء. كي تبدا تغلي quelques minutes نعاود نحطو هذيك الكبدة من الفوق ونقصو من النار حتى تشرب لنا هذيك لاصوص، وفي الأخير نحطوا لها شوية نتاع الخل والقزبر، وراهي واجدة بالمطلوع. الله الله لا غوسات نتاع هذا المطلوع اللي هبلتوني عليه تلقاوها ايبانجلي في البروفيل نتاعي، ونقول لكم تسمحوا لي بزاف شهيتكم في الجنة. باي باي.